السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ لولي البحراوي. اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وفي احسن حال. هنعمل بقى النهارده معمول العيد الدايب بحشوتين احلى واجمل من بعض، بالحشوه التقليديه اللي هي بالتمر او بالعجوه، والحشوه التانية مفاجاه بصراحه هتعجبكم جدا. تابعوا الفيديو علشان تشوفوا افكار لحشوات المعمول. بصوا بقى، المعمول دايب معانا وناعم والحشوه كده ملياه وتحفه قد ايه. في الأول نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف مقاديرنا. ده نص كيلو من الدقيق و325 جرام من الزبدة، يعني تقريبا حوالي كوباية ونص من الزبدة، معلقة صغيرة من المحلب، نص كوباية من السكر البودر، 3 معالق من الزبادي، ومعلقتين كبار من الحليب البودر، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. نسمي بقى الله ونشوف هنبدأ بإيه. هنبدأ طبعا بالزبدة، والزبدة دي طرية بدرجة حرارة المطبخ، غير اللي احنا استخدمناها قبل كده في الفيديو فور وقلنا انها لازم تكون ساقعة. دي مش شرط تكون ساقعة، لان كده كده لازم هنسيب العجينة ترتاح بعد العجن ساعة على الاقل في التلاجة. عليها 3 معالق من الزبادي، ونص كوباية من السكر البودر المنخول، ومعلقتين كبار من الحليب البودر، ومعلقة صغيرة من المحلب او ريحة الكحك اللي متوفر فيهم هنحطه، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما نكترش بيكنج باودر علشان ما يخليش المعمول بتاعنا ينفش ونقشته تروح في الفرن. دي ربع المعلقة الصغيرة من البودر. هنبدأ بقى ايه بالمضرب الكهرباء، وعلى فكرة في المرحلة دي بما ان الزبدة طرية نقدر كمان نعملها بالمضرب اليدوي اللي هو مضرب السلك العادي، او حتى ممكن نعجنها بايدينا كده، نطريها بايدينا مع كل المكونات 3 4 دقايق كده. بس طبعا الافضل لو بالمضرب السلك احسن، والاحسن كمان لو بالمضرب الكهرباء. هنضربها كده بقى 3 4 دقايق لحد ما تنعم وتمتزج كل المكونات الحلوة دي مع بعض، ويبقى لونها كريمي كده، ويبقى قوامها هش كده وخفيف. خلاص كده خلصنا المرحلة بتاعة ضرب الزبدة بالمكونات، السكر البودر والحاجات اللي احنا ضفناها. هنبدأ بعد كده ننعمها بالسباتيولا كده ايه دقيقة واحدة بس، وبعد كده هنبدأ نضيف ال 500 جرام من الدقيق. طبعا الدقيق ده يا جماعة خاص بالكحك والبسكوت، يفضل طبعا يكون خاص بالكحك والبسكوت. لو انتوا عندكم نوع دقيق بتستخدموه متعدد الاستخدام ومجربينه قبل كده في المعمول او البيتي فور وكان ناجح معاكم، خلاص استعملوه. بس طبعا انا بفضل دايما في وصفات الحاجات بتاعه العيد نجيب حاجات دي خاص بالكحك والبسكوت. هنضيف الدقيق كده زي ما احنا شايفين شويه شويه، وبنقلب بقى براحتنا في العجينه دي، لان طبعا العجينه دي ما فيهاش سوائل، فيهاش غير هما 3 معالق من الزبادي، والزبادي ده بيتي رائع زي ما انتوا شفتوا كده. انا حتى قلبت الكوبايه في الفيديو عشان اوريكم قد ايه متماسك. ده الزبادي اللي احنا عملناه مع بعض في القناه. انا ما بغيرش الطريقه دي، وطول رمضان معتمداه جدا. طول رمضان بعمل الزبادي في البيت. هنلم كده المكونات مع بعضها ونعجنها حوالي دقيقتين 2 بس، يا دوب بس تتلم برضو، بالرغم ان هي ما فيهاش سوائل تخلي العجينه تعمل عرق ولا تمط معانا، الا ان برضو احنا هنحاول ما نعجنهاش كتير. احنا اصلا مش محتاجين نعجنها كتير، هي عجينه لينه وناعمه وجميله وبتلم بعضها بسرعه. خلاص كده زي ما احنا شايفين بقى خلصنا العجينه بتاعتنا. بصوا بقى قوامها بعد ما عجناها، بصوا ملهاش اي عرق، وده مطلوب جدا. واي عجينه من العجائن بتاعه حاجات العيد لما نمسكها ونلاقيها كده ما فيهاش عرق، اطمنوا واعرفوا انها ان شاء الله هتطلع المخبوزات بتاعتكم سواء كحك او معمول هتطلع ناعمه ودايبه وفي منتهى الجمال. على التلاجة بقى على الاقل ساعه، لو قدرنا نسيبها اكتر من كده يكون افضل. وطبعا ايه في الفتره اللي العجينه فيها في التلاجة هنبدا بقى نحضر الحشوات بتاعتنا. ده قالب كده من العجوه، ممكن نستخدم التمر الطري العادي كده ونسيحه بمعلقه زبده ولا حاجه. وطبعا العجوه اي نوع انتوا بتستخدموه، اي نوع انتوا بتحبوه. المهم طبعا اننا هنضيف على العجوه دي معلقه كبيره كده من السمنه البلدي او معلقه كبيره من الزبده، وشويه كده من القرفه للي بيحبوا القرفه، واللي ما بيحبهاش طبعا يضيف سمنه بلدي بس شويه سمسم. هنكوره بقى كور صغيره كده قد البليه او اكبر شويه صغيره بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونجهز كده حشواتنا علشان لما نيجي نشتغل في المعمول العجينه ما تفضلش معانا بره التلاجة فتره كبيره. لان يفضل جدا جدا في عجينه المعمول ان العجينه تدخل حتى الفرن وهي ساقعه. ده بيخليها تحافظ على نقشتها ويخليها ما تكبرش في الفرن ولا تنفش ولا اي حاجه. خلاص خلصنا كده حشوه التمر كورناها كلها اهو. نيجي بقى للحشوه التانية، ودي مفاجاه.
هنعمل حشوة كده هتدي طعم تحفة زي الشوكولاتة الرافاييلو كده. حشوة جوز الهند وعليها شوية كده من الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض في القناة في وصفة التريليتشيا. والوصفة برضو موجودة في القناة لو حابين ترجعوا تشوفوا طريقة عمل الكراميل فيها. دي افضل نتيجة لعمل الكراميل في البيت يا جماعة، وان شاء الله بتطلع مضمونة وتحفة. انا كنت عاملاه وشايلاه في الفريزر من قبل رمضان، كان من ضمن تحضيراتي يعني للشهر الكريم. وطبعا بينفع جدا في اي حاجة احنا محتاجين فيها كراميل. انا احتاجته النهاردة كده في وصفة المعمول. هنضيف شوية من جوز الهند كده وشوية من الكراميل ونبدأ نكورهم كور زي ما عملنا في العجوة بالظبط. الحشوة دي بتطلع خطيرة وتحفة، خصوصا للناس اللي بتحب الشوكولاتة الباونتي او الرافاييلو. الحاجات اللي بيبقى داخلها شوية جوز هند دي بتبقى تحفة وبتطلع طعمها قريب منهم جدا. تجهيز بقى الخطوات بتاعتنا دي بالترتيب كده بيسهل علينا الدنيا جدا في عمل المعمول، بتخلينا مستمتعين جدا واحنا بنعمله، ما ياخدش مننا اي وقت، وباذن الله تطلع نتيجته كمان مضمونة وزي الفل. يفضل كمان بقى الحشوات بتاعتنا دي ندخلها التلاجة بعد ما نخلصها علشان تفضل محافظة على قوامها لما نيجي نحشي بيها المعمول. هنرجع بقى هنا للعجينة بعد ما عدى تقريبا اكتر من ساعة. هنبدأ نشكلها كده، هنلاقيها بتتشكل معانا بكل سهولة. بناخد قطعة كده من العجين ونعمل فيها تجويف بالشكل ده، ونبدأ نضيف جواها الحشوة، سواء بقى حشوة الجوز الهند بالكراميل او حشوة التمر، ونكورها كده وبالمكنة الظريفة دي. وان كنت انا يعني مش بفضلها قوي، انا بفضل برضو ان انا انقش المعمول زي الكحك بالظبط، بس عشان الولاد بيحبوا الشكل بتاعها ده. هنعملها كده وهنحط عليها قطع كده من الاسترتش راب او الكيس بتاع المطبخ بتاع التلاجة، علشان ما تلزقش في العجينة وتسهل علينا طلوعها من العجينة جدا. ناخد كده قطع من العجينة نحطها قدامنا على الرخام واحنا شغالين، وبندخل باقي العجينة التلاجة عشان تفضل متماسكة اهو. بنقفل كويس جدا على الحشوة علشان ما تطلعش مننا في الفرن وتسيح وتبوظ الدنيا. برضو هنحط الاسترتش راب، هي قطعة واحدة اللي بنستخدمها طول ما احنا شغالين من الاسترتش راب، وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده. بصوا، بالنسبة بقى للناس اللي ما بتعرفش تمسك العجينة في ايديها وتعمل فيها التجويف اللي احنا بنعمله ده، في طريقة اسهل لعمل العجينة، زي ان احنا نمسكها كده كورة ونبدأ نبططها نفردها كده مدورة، وبنضيف جواها العجينة برضو بكل سهولة وبنقفل عليها بالشكل ده. اعتقد الفكرة كده ان شاء الله واضحة جدا للجميع. وبرضه هنبدأ نشكلها بالقطاعة بتاعتنا دي. القطاعة دي بيجي معاها تقريبا 5 أو 6 وشوش اعتقد، بتدي الشكل الجميل ده. هنخلص بقى كل الكمية بنفس الشكل دوت، وهوريكم كمان طريقة تسهل عليكم طلوع العجينة من المكنة بتاعتنا دي بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. برضو هنكور العجينة كده عادي، وهنجيب طبق فيه دقيق وهنضغط على المكنة كده جوه الطبق، وبعد كده ننفضها من الدقيق كويس ونضغط عليها بالعجينة كده، هتطلع معانا برضو بكل سهولة. دي كانت الرسومات بتاعه المكنة بتاعه المعمول. نيجي بقى للطريقة المفضلة بالنسبة لي، وهي اننا ننقشه كده زي الكحك. هنشوف هنعمله برضو ازاي بكل سهولة، وهتطلع نقشته احلى كمان من النقشة بتاعه المكنة دي، عشان الناس اللي ما عندهاش القطاعة دي ما يزعلوش، يعني انها مش عندهم ولا حاجة، نقشتها مش بتطلع احلى حاجة يا جماعة، الاحلى منها بكتير بتاعه المنقاش. وطبعا انتوا حرين تشكلوا باللي نفسكوا فيه. كده كده احنا المعمول بتاعنا طعمه خطير وتحفة، وعجينته طالعة زي الفل، يعني مش محتاج اصلا يتشكل ولا حتى ننقشه. في ناس طبعا بتحب قوي تنقش الكحك والمعمول والحاجات دي، وشاطرين جدا جدا في النقشات. انا يعني في النقشات دي مش شاطرة قوي، بس الحمد لله النقشة طلعت معقولة. وكمان احلى ما في الموضوع انها دخلت الفرن وخرجت زي ما هي، ولا نفشت ولا ساحت في الفرن ولا اي حاجة. والدتي بقى ربنا يديها الصحة وطول العمر يا ربي، أستاذة في إنها تنقش الكحك والحاجات دي، بتعمل نقشات كده مسمسمة كده وأمورة وحلوة قوي. أنا يعني إيه على قدي فيه شوية، بس حلو والله يا جماعة، ولا شكله حلو. كده خلصنا التقطيع. الفرن دلوقتي احنا مسخنينه من قبلها ب10 دقايق أو ربع ساعة على الأقل، على درجة حرارة 200 أو 220 كمان. هنحطه في الرف اللي فوق الشعلة بتاعة الفرن، في أرضية الفرن على طول، الرف اللي فوقها على طول، لأنه بيحتاج درجة حرارة عالية علشان يحافظ على شكله، وعلشان ما ينفش مننا كمان في الفرن. وطلع معانا بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بعد ما بيستوي بقى من تحت كده وياخد لون حلو، نحطه تحت الشواية دقيقتين أو حاجة.
لحد ما يحمر، ونركز قوي مع الشوايه عشان خداعه جدا. بصوا بقى حشوه التمر تحفه تحفه بجد، والمعمول دايب وناعم، يعني مفيش اجمل ولا اروع من كده. كده عملنا كل حاجات العيد مع بعض، عملنا الكحك والبسكوت والبيتي فور والمعمول، كل الحاجات. اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى، ومش محتاجين افكركم، اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك وفعلوا جرس الاشعارات للكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده اول باول. اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم.